السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم في فيديو جديد من حل كتاب التفوق للعام الدراسي 2025 2026. ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل حل الهيكل المحوري وهنحل على الجمجمة والقفص الصدري، وده هيبقى فيديو قصير بإذن الله. انا عارف ان انا بقول كده كل مرة، في الاخر بتلاقي فيديو نص ساعة، بس ان شاء الله ربنا يسهل الفيديو ده. 47 بيقول لك: كم عدد عظام الجزء الوجهي للجمجمة في ذكر بالغ؟ طبعا ده مباشر، انت عارف ان الجزء الوجهي للجمجمة تمام 14. تمام، استنى، الجزء الوجهي للجمجمة كان 14 عظمة، صح كده؟ طب وكان الجزء المخ كام عظام؟ كان 8. مع بعض كنت بتلاقيهم 22، دي عظام الجمجمة الأساسية. وكان في 7 عظام من ملحقات الجمجمة مش عليك في المنهج، فعشان كده كان بيبقوا 29. تمام، فالجزء الوجهي 14 بس من غير أي اختراع عادي. ما الوظيفة الأساسية للثقب الكبير الموجود في قاع الجمجمة؟ ماشي، انت عارف طبعا الثقب الكبير اللي هو كان في سؤال قبل كده من شوية، اللي هو ده الثقب الكبير. تمام، ايه الوظيفة الأساسية بتاعته؟ تعال نبص: مرور الأعصاب الخاصة بالعينين، ولا مرور الحبل الشوكي واتصاله بالدماغ، ولا تثبيت عظام الوجه، ولا حماية أعضاء الحس والشم؟ بص، مبدئيا في إجابتين كده، لو اخترتهم تبقى انت أصلا ما فتحتش الكتاب أساسا. أو اللي هي ج مودال تثبيت عظام الوجه وحماية أعضاء الحس والشم، اللي هو ليه يا مستر؟ اصل ملهمش علاقه، يعني بيقول لك في قاع الجمجمه، يعني ده موجود، يعني مؤاخذه في قفاك موجود ورا كده. ايه علاقه بقى ده بعظام الوجه؟ الوجه ده يعني وشك، يعني ناحيه قدام، فدي مش معايا. هو اصلا ملهمش علاقه ببعض. دي حاجه. تاني حاجه، حمايه اعضاء الحس والشم، ما هي نفس الوجه، ما هي اعضاء الحس والشم دي اللي هم مين؟ ما هي الشم ده اللي هي مثلا الانف ملهاش علاقه طبعا بقاع الجمجمه، الانف قدام، فدي مش معايا برضو. فهي الف يا ب. مرور الاعصاب الخاصه بالعينين، بص بقى يا سيدي عشان الحته دي يعني لعب بره المنهج شويه. بص، انا قلت لك في الفيديو اللي فات بتاع العمود الفقري ده، كنت قايل لك ان المخ والحبل الشوكي ده بنسميه جهاز عصبي مركزي. طبعا عشان يوصل لكل الجسم يبعت مناديب اللي هم مين؟ الاعصاب. فالاعصاب دي كنا بنسميهم على بعض الجهاز العصبي الطرفي. تمام، وقلنا في اعصاب بقى شوكيه واعصاب مخيه. تمام، فانت دلوقتي في الجمجمه، فالجمجمه جواها المخ، صح؟ المخ ده المفروض يبعت اعصاب اللي هي الاعصاب المخيه، هتوصل لمين؟ الاعصاب المخيه دي بتوصل لكذا حته. بتوصل للعضلات اللي في الوش، وتوصل للجلد اللي في الوش عشان الاحساس، وتوصل للعينين، وبتوصل للانف، وتوصل للسان، توصل هم 12 زوج من الاعصاب، توصل لكل حاجه في الوش تقريبا. تمام، ماشي. طب انا بقى عايز افرق، شايف انت الثقوب دي؟ يعني هصغر الرسمه شويه. في ثقوب كده في الجمجمه، زي ما انت شايف، انا هزوم لك هنا كده، دي مثلا، ودي، 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 وفي هنا كده في ثقوب في الجمجمه كتير جدا. اه، الثقوب اللي في الجمجمه دي بيعدي منها الاعصاب اللي بتطلع من المخ، اللي اسمها الاعصاب المخيه، عشان يروح بقى للعين، ويروح للسان، ويروح للانف كده يعني. تمام، ما هي مش المخ موجود هنا؟ المخ موجود المفروض تحت هنا كده، المفروض موجود تحت، يعني احنا مش شايفينه. المفروض بيطلع من الاعصاب دي كده، مثلا بيطلع من هنا وبيروح للسنه كده مثلا يعني. ماشي، بيطلع عصا من هنا ويروح مثلا للوش يغذيه كده مثلا. انت طبعا ان شاء الله لما تخش طب يعني هتاخد تشريح الجمجمه دي بالتفصيل، وتحفظ الثقوب دي كلها، متخافش هتبقى سهله يعني. ما علينا. فالاعصاب بقى الخاصه بالعينين او الاعصاب الخاصه بالوش كله بيطلع من الثقوب دي. امال الثقب الكبير بيطلع منه مين؟ الثقب الكبير بيطلع منه الحبل الشوكي فقط لا غير. تمام، تعالى كده نرجع لسؤالنا بقى. اه، شوف الف بيقول لك ايه: مرور الاعصاب الخاصه بالعينين. انا اسف، هي الاعصاب الخاصه بالعينين دي ما بتمرش من الثقب الكبير، دي بتمر من الثقوب اللي موجوده في الجمجمه اللي احنا مش علينا اصلا ولا واحد فيهم. فهو الاجابه طبعا يعني ايه، بالفهلوه احنا عارفين، بس انا بوضح لك الف يعني. 49 بيقول لك: تتعرض الجزء الوجهي من الجمجمه لاصابه مباشره. الجزء الوجهي من الجمجمه اللي هو وشك، يعني وشك اتعرض لاصابه مباشره، والجزء الوجهي من الجمجمه يعني عظم، يعني عظم في وشك اتعرض لاصابه. فاي الوظائف التاليه يمكن ان تتاثر بشكل واضح؟ حلو. حركة الأطراف العلوية، الأطراف العلوية اللي هي دراعاتك هتأثر لو أنت اتخبطت في وشك؟ يعني إيه؟ إزاي يعني؟ لأ، أنا قلت لك دراعك هيتأثر لو حصل إيه؟ انزلاق غضروفي. فين؟ في الفقرات العنقية. إيه العلاقة؟ ما أنا قلت لك الفقرات العنقية بيعدي منها الحبل الشوكي، والحبل الشوكي بيطلع أعصاب. الأعصاب اللي بتطلع من الحبل الشوكي عند العنق اسمها أعصاب عنقية. الأعصاب العنقية دي بتروح للدراع. أمال الطرف السفلي كان بيروح له مين؟ الطرف السفلي كان بيروح له الأعصاب من الأعصاب القطنية. تمام، فدي مش معانا. احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ على الجزء الوجهي للجمجمه. القدره على التوازن اثناء المشي، لا، القدره على التوازن اثناء المشي دي على فكره، آه، دي دي لا، بص، التوازن اثناء المشي دي يعني ايه؟ عشان برضه افهمها لك. انت لما تيجي تمشي، يعني اعزكم الله، في ناس مثلا اللي هو زي الاعرج اللي هو بيمشي يعرج وهو ماشي. تمام، ما عندوش توازن، بيروح يعني يتمخطر يمين وشمال كده، هو طبعا غصب عنه.
ده عدم توازن اثناء المشي. طب ايه المشكله عنده؟ المشكله عنده يا اما حركه في المنطقه اللي هي اسفل الظهر، تمام، اللي هي المؤخره مثلا، او في الرجل من ورا، في الفخذ من ورا، ما بيعرفش يوازن رجله. لان انت المفروض لما تيجي مثلا تمشي في رجل بتتشال من على الارض وفي رجل بتتحط على الارض. فلما رجل تتشال من على الارض، مثلا لو انت الرجلين اهم مثلا كده، رجليك اهم، ما اعرفش ايه اللي الرسمه ده، لما رجل تتشال من على الارض المفروض التانية تشيلها. التانية تشيلها ازاي؟ المنطقه اللي مثلا بتاعت المؤخره دي تقوم جايه العضلات دي منقبضه، تقوم جايه وزن الجسم كده تاني، هو الجسم هيقع هنا، فتقوم جايه وزن الناحيه التانية، فاهم؟ فلو المنطقه دي اتشلت ما عادتش بتتحرك، العضلات فيها بقت ضعيفه، فمش هيبقى في توازن اثناء المشي. وده ملوش علاقه بالسؤال ده، بيقول لك الجزء الواجهي للجمجمه يا باشا، ملوش علاقه بقى. انت تتكلم في الحته دي لما تقول اعصاب قطنيه بقى، لان قلنا الطرف السفلي اللي مش معانا. يا رب تكون فهمت، لو الحته دي ما فهمتهاش على فكره عادي، لانها مش عليك اصلا. ماشي. حمايه الحبل الشوكي ولا وظائف الحس والتذوق؟ بص، حمايه الحبل الشوكي، ايه علاقه الحبل الشوكي بالجزء الواجهي للجمجمه؟ انا بتكلم على وشك من قدام، الحبل الشوكي ورا، فدي مش معايا. هي وظائف الحس والتذوق والرؤيه، لان الحس دي زي مثلا وجهك، والتذوق زي اللسان، والرؤيه زي العين، فده كله فعلا في وشك من قدام، في الجزء الواجهي للجمجمه. تمام، حلو. اللي بعده، الشكل التالي يوضح منظرا علويا للفقرة العنقية الأولى. منظرا علويا يعني أنت تبص من فوق، يعني أكيد هي ماسكة هنا من فوق بمين؟ بالجمجمة. أنا قلت بالجمجمة عشان هنوضح دلوقتي. الجزء بيقول لك بقى إيه أجزاء الجمجمة يتمفصل مع التركيب المشار إليه بحرف إكس. حلو. احنا كنا حليناها على فكرة في الفيديو اللي فات، كنا قلنا كان جايب لك بقى العكس، كان جايب لك س وكان مشاور لك س دي على حتة في الثقب الكبير، وقال لك بقى س دي بتمفصل مع مين؟ المفروض س دي بتمفصل مع اكس، اللي هما النتوءين المفصلين العلويين الفقرة العنقية الأولى. حلو. انت الثقب الكبير موجود في الجزء الوجهي اللي هو اللي قدام، ولا موجود في الجزء المخي اللي ورا؟ اكيد موجود في الجزء المخي، فمش هتختار انت الجزء الوجهي. واكيد مش موجود في الفك السفلي، بطل غباوه بقى. فهي الف يا جيم. يا ترى ده بيتمفصل مع الثقب الكبير ولا بيتمفصل مع الجزء المخي؟ واحد يقول لي يا مستر واضحه يعني اكيد بيتمفصل مع الثقب الكبير. لا يا اخويا، مش بيتمفصل مع الثقب الكبير. ليه بقى؟ تعال بص معايا. هو مش المفروض بيمسك في سين الحته الخضراء دي، صح؟ ماشي. الثقب الكبير دي اللي هي الفراغ، الحته البيضاء اللي هي الفراغ اللي مش باين فيها حاجه دي، هو بيتمفصل مع الثقب الكبير نفسه ولا مع حوافه؟ لا مع حوافه، وحوافه دي عظم، والعظم ده بينتمي لمين؟ بينتمي للجزء المخي اللي هي الحته اللي ورا في الجمجمه. فهمت؟ لا يا مستر ما فهمتش، هفهمك تاني. الباب، ماله الباب بتاع الشقه بتاعك بيتمفصل مع الفتحه بتاع الباب ولا بيتمفصل مع حواف الباب من بره؟ لا بيتمفصل مع حواف الباب عشان يقفل ويفتح، اكيد مش هيتمفصل مع الهواء اللي في فتحه الباب يعني. دي نفس الفكره، انت مش بتتمفصل مع الثقب نفسه، لان الثقب ده عباره عن فراغ، هواء. ماشي. هو مش هوا بجد يعني، بقول يعني حاجه هويه، مش حاجه، مش عظمه او كده. يبقى هو بتمفصل مع الحوافه بتاع الثقب الكبير. الحوافه بتاع الثقب الكبير دي بقى جزء من الجزء المخي. فهمت قصدي؟ يا رب تكون فهمت. فهتختار هنا الجزء المخي مش الثقب الكبير. وده كان دور تاني 23، وده من احسن الاسئله الصراحه اللي شفتها يعني. سؤال جميل جدا جدا جدا. 51. الشكل المقابل يوضح مسقطا رأسيا لفقرة في جسم الإنسان. مسقطا رأسيا دي يعني كأنك بتبص من فوق يعني. ماشي. ادرسه ثم أجب أي الأجزاء المرقمة يكون في نفس اتجاه الجزء الواجهي للجمجمة. يعني إيه يا مستر؟ دي فقرة، إيه علاقة الجزء الواجهي للجمجمة؟ مبدئيا هو الجزء الواجهي للجمجمة ده الحتة قدام ولا ورا؟ لا الجزء الواجهي للجمجمة يعني عند وشي، يعني ناحية قدام. مين في دول ناحية قدام في الفقرة؟ أنت عارف إن النتوء الشوكي ده بيبقى من ورا، حتى أنت لما تيجي تحس على ظهرك كده تلاقي في حاجات كده النتوء الشوكي. يبقى ده من ورا او من الخلف، وده من قدام. واحد دي اللي من قدام، ودي قلناها في الشرح على فكره، فتبقى تختار واحد بكل اختصار. طب انت عارف بقى دي الفقره ايه؟ ان انت جدع بقى تقول لي دي قطنيه ولا عجزيه ولا ايه؟ الشاطر بقى يقول لي ان دي فقره صدريه. ليه؟ عشان الحته دي ودي، عشان الضلع بيجي كده. تمام. ماشي. تاني احنا قلنا الجزء الواجهي للجمجمه يعني ايه؟ ناحيه قدام. مين ناحيه قدام في دول؟ واحد بس، مش محتاجه يعني. 52. ايه البدائل التالية يعبر عن نسبة الأنسجة الليفية بالجهاز الهيكلي للطفل في مراحل عمرية مختلفة؟ احنا قلنا الأنسجة الليفية بتبقى كتير في الطفل وهو صغير، وبتتحول مع تقدم العمر لأنسجة عظمية. يبقى الأنسجة الليفية بتقل، والأنسجة العظمية بتزيد. صح؟ صح. على فكرة في فرق ما بين الأنسجة العظمية وعدد العظام، إن قلت لك عدد العظام مع مرور الوقت بيقل. انت كل ما بنكبر عدد العظام بيقل ليه؟ لان العظام متلحم في بعض يعني كده نسبة العظم زاد لكن عددهم قل. بمعنى بص كده، انت مثلا
تعال عشان اوضح لك دي، انا وضحتها في الشرح بس مفيش مشكله. لا اله الا الله. بص، انت عندك مثلا حته كده، عظمه عظمه عظمه، دول كام عظمه؟ 3 عظام. ده كده عدد معين، ده مثلا وانت لسه مولود، وما بينهم انسجه ليفيه كده مثلا يعني. ده نسيج ليفي، والاحمر ده نسيج عظم. جميل كده. انت كده عندك عدد العظام كام؟ عدد العظام 3، ونسبة الأنسجة اللي فيها ليها قيمة. مع تقدم العمر هتلاقي الموضوع بقى عامل كده، ادي عظمة ودي عظمة ودي عظمة، وبدل ما كانت ما بينهم نسيج ليفي ما بينهم نسيج عظمي. يبقى انت هنا عندك كام عظمة؟ عندي 3 عظام ما بينهم عظام. يا حقيقي ما تقول مع عظمة واحدة بقى، صح؟ يعني بدل ما كان ما بينهم حاجة تفصلهم، لا بقى ما بينهم حاجة تلحم ببعض. يعني ايه؟ يعني مثلا في أرض وأرض وبينهم مية، يعني انت كده عندك أرضين. طب بعدين دي اتردمت بقت أرض وأرض وبينهم أرض، انت عبيط؟ طب ما تقول أرض على بعضها. تمام. فانت كده بقى ايه بقى اللي انا عايز اقوله؟ يعني اللي عايز اقوله لك هنا ان عدد العظام قل. ليه؟ كان عندك 3 فوق بقى 1، صح؟ بانهم التحموا مع بعض. والانسجه الليفيه كانت ليها قيمه موجوده، مثلا يكون قيمتها 5 وقلت بقى هنا 0، فكده الانسجه الليفيه قلت والانسجه العظميه زادت. فلما اجي اقول لك الانسجه العظميه زادت بس عدد العظام قل، ما تستغربش. الانسجه العظميه زادت لان احنا قلنا العظم ده اتحط مكان الانسجه الليفيه ولحمهم في بعض. عدد العظام قل انهم التحموا مع بعض. يا رب تكون فهمت الفكره. بدل ما كانوا 3 بقى 1 والعظم زاد ما بينهم. يا رب تكون فهمت. فكده الانسجه اللي فيها بتقل ولا بتزيد؟ يعني الانسجه اللي فيها بتقل. اختار بقى حاجه بتقل. الف هتلاقيها بتزيد، ب هتلاقيها بتزيد بعدين بتقل، ج هي اللي هتلاقيها بتقل، فج هنا هي الاجابه الصح. ده الثابته؟ لا طبعا مش ثابته. اذا تعرض شخص لحادث نتج عن كسر في عظمه القص، فاي الاعضاء التاليه يكون اكثر عرضه للاصابه؟ بالفهلوه كده اكيد القلب، يعني حتى لو بالاستبعاد. يعني بص كده، الكبد اصلا ملوش علاقه بالقص. الكبد على فكره يا شباب، يعني شوف كده، حس ضلوعك كده بايدك هتلاقي الكبد ناحيه اليمين تحت الضلوع على طول. تمام. المعده برضو يعني تحت عظمه القص كده بشويه. تمام. حسها بايدك برضو دي، لما الحته مثلا لما انت حد يضربك فيها او تتخبط فيها بتوجعك جدا، نسميها فم المعده. فمالناش دعوه برضو بالقص. القص بيقابل الجزء الصدري، وطبعا المعده مش في الجزء الصدري. الكليه دي على فكره موجوده برضو ورا في ظهرك. الكليه موجوده في الظهر، على جانبي العمود الفقري، في اواخر الضلوع خالص. يعني مالهاش دعوه بالقص على فكره. يعني هي مثلا ممكن تقابل اخر ضلعين ولا حاجه الكليه، او تحتهم بالظبط يعني في الجزء ده. تمام. فالكليه اصلا ورا مش قدام، القص قدام، فهي القلب. ماشي. امامك شكل تخطيط الاربع فقرات في العمود الفقري للانسان، حيث تشير الاسهم الى اتجاه المفاصل الزلاليه التي تكونها الدروس ثم طبعا المفاصل الزلاليه لسه هناخدها، ما خدناش لسه المفاصل، بس ما علينا يعني. 4 فقرات في العمود الفقري. اي هذه الاشكال يمكن ان يمثل الفقره المنصفه للعمود الفقري. احنا قلنا العمود الفقري فيه كام فقره؟ فيه 33. الفقره المنصفه هي 17، لان هتلاقي الفقره ال17 هتلاقي فوقها 16 فقره وتحتها 16 فقره. 16 و16 32، واللي في النص دي ادي 33، ف17 دي الفقره المنصفه. طب 17 دي يا ترى دي فقره نوعها ايه؟ والله 17 دي جزء من 8 ل 19، فدي اكيد فقره صدريه. تمام. وفقره صدريه هي دي اخر فقره صدريه بتمفصل مع ضلع حقيقي يعني. ماشي. ما علينا، مش مهم. المهم دي فقره صدريه، 17 دي فقره صدريه. فاحنا اتفقنا ان الفقرات الصدريه دي اكتر فقره بتعمل مفاصل. ليه؟ لان هي ماسكه في الفقرات وماسكه كمان في الضلوع. ماشي. هو عايز بقى هو شكل تخطيط الاربع فقرات حيث تشير الاسهم لاتجاه المفاصل، يعني كل سهم بمفصل. تمام كده. هو عايز منك بقى، عايز من دول فقره منصفه، يعني فقره صدريه، يعني احنا اتفقنا انها صدريه. مين في دول بقى يا ترى فقره صدريه؟ فكر معايا كده. اكيد واحد. ليه؟ لان الفقره الصدريه اتفقنا انها بتعمل مفصل فوق وتحت مع الفقرات، ويمين وشمال مع الضلوع. تمام. اجابه الف هي اللي صح. اي رسوم البيانات التاليه يمثل العلاقه الصحيحه بين رقم زوج الضلوع، ركز، رقم زوج الضلوع وطول زوج الضلوع في القفص الصدري للانسان. حلو السؤال ده على فكره. بس هو يعني يمكن استنتاجي شويه مش في المنهج، بس بص، احنا اللي كنا قلنا في الحصه، تمام، وقلت لك دي حته مش مهمه قوي بس احنا قلناها يعني. يزيد طول الضلع من الزوج الاولاني لحد السابع، وبعدها بيبدا يقل تدريجيا لحد ما يوصل لاقصر زوج على الاطلاق اللي هو لحد ال 12. يعني بيفضل يزيد من واحد، يعني من 1 ل7 في زياده،
وبعد كده من الثامن لحد ال 12 بتكلم على الازواج بيقل بقى. تمام، يعني بيزيد وبعد كده بيقل. تمام ماشي. فانت تختارها ايه بقى؟ هو بيسألك رقم زوج الضلوع وطول زوج الضلوع في القفص الصدري للإنسان. ماشي، يبقى انت تختار حاجة بتزيد بعدين بتقل، تقوم جاي مختارها تقوم جاي واخد صفر على طول. ليه؟ لأن انت مش مركز. احنا بنبدأ من زوج الضلوع الأول صح؟ زوج الضلوع الأول أهو، يعني انت تبدأ من الأول هنا كده وهتنتهي بال12. انت تفضل تزيد 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 لحد ما توصل للسابع، وبعد كده تقل 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 لحد ما توصل ل12. طول ال12 لازم أن يكون أقصر من واحد، أقصر من الأولاني يعني. فهو فعلا هنا أقصر، هنا ده طول الأولاني أهو، وده طول ال12، فالطول الأول هنا أطول من ال12، فدي صح. هنا بقى بص، ده المفروض هو ناهي هنا بال12، لا ده قيمته أعلى من الأول، لا مش عايز دي، أنا عايز جيم. فهمت الفكرة؟ بس يا رب تكون فهمت، بس دي حتة يعني مش علينا، طول الضلوع دي مش علينا يعني، ما علينا. 56. الشكل المقابل يوضح تركيب أحد الضلوع، ادرسه جيدا ثم استنتج. ما التراكيب التي تتمفصل مع س ص ع. ماشي، انت راجل شاطر وعارف ان الضلع ده من كده من ورا وده من قدام، فعندي اكيد بيتمفصل مع القص. ماشي، فلازم اللي بره دول الجيم ده بره. س، انت عندك الفقره عامله كده كده مثلا، ادي جسم الفقره والنتوء الشوكي ورا اهو، عفوا ده الحركه الشوكيه يعني، والجسم والنتوء المستعرض كده. فصاد دي بتمفصل مع نتوء مستعرض، وس بتمفصل مع جسم الفقره. فنختار جسم الفقره نتوء مستعرض وعظمه القص، اللي هي الاجابه ب هي اللي صح. 57. إذا علمت أن الضلوع الحقيقية تتصل بعظمة القص مباشرة، بينما الضلوع الكاذبة تتصل بغضروف الضلع السابع، في ضوء ذلك ما الأرقام الموضحة على الشكل المقابل التي تشير الضلوع الحقيقية والكاذبة؟ تمام، بص هي السؤال ده يعني احنا قلنا يعني ايه ضلوع كاذبة وحقيقية في الشرح، بس هي مش علينا، هو عشان كده شرح لك يعني ايه في السؤال، هو شرحها لك. تمام. الضلوع الحقيقية قلنا من الأول للسابع، لأنه قال لك الكاذبة بتتصل بغضروف السابع، يعني الحقيقية من الأول للسابع، اللي هي رقم 3 دي، هي من الأول للسابع. حلو كده. الكاذبة مين بقى؟ الباقي اللي هم رقم 4، يبقى اللي جابها 3 و4. أمال اتنين دي ايه؟ اتنين دي الضلوع العائمة، هتلاقيه مشاورك على آخر اتنين، وواحد ده الضلع الرابع، ده ملناش دعوة بيه، ده هو بيسألك على الضلوع الحقيقية كلها يعني، ما علينا. 58 بيقول لك ده منظر علو الفقرة الصدرية، يعني هو بص من فوق، أي الأجزاء يتصل بها الضلع الأيمن. ده جميل ده، حلو السؤال ده. بص انت مش هتحدد يمين وشمال على اساس بص على اساس نظرتك انت، ده بيقول لك منظر علوي. منظر علوي يعني مين قدام ومين ورا. بص دي كده من فوق صح، اكيد اللي ورا اللي عنده النتوء الشوكي، فده كده خلف وده كده امام. ده لو السؤال ده جالك في الامتحان هيلخبطك، بس انا عايز بقول لك تعمل ايه في الحاله دي. انت تقوم تقف، اه بالظبط، تقوم تقف وتحط الموبايل او التابلت اللي انت بتشوفني من عليه على نفس الوضعيه كده، يعني تقلب التابلت كده، تخلي الواحد دي ناحيه ورا، والجزء بتاع جسم الفقرة ده ناحيه قدام، وتحكم انت بقى ساعتها. انت قلبت اهو صح، هتلاقي يمينك على جايب الجزء اللي هو ده 5 و6 و7 ده. شوفها انت بالعكس، شوفها 8 انت عشان بالعكس. عموما يعني يمينك هو الجزء ده. تمام كده، حلو. فانت تحكم ازاي، انت تجيب الاول زي في نفس وضعيتك وانت قاعد كده، لازم أن تحكم، وتجيب الخلف خلف والامام امام عشان تحكم صح، وبعد كده تبدا تقول مين يمين وشمال. اليمين اللي بناكل بيها عشان في ناس ما بتعرفش اليمين والشمال. ماشي. هو بيسألك بقى مين في دول بيتصل بيها الضلع الأيمن. واحد يقول ما مستر ما 5 تنفع أو 6 تنفع أو 7 تنفع. لا طبعا يا موكوس، 6 ما تنفعش، لأن 6 ده نتوءان مفصلين أماميان، أو نتوء مفصلي أمامي يعني، ما ينفعش يتصل بيه ضلع. الضلع يتصل يا ب5 يا ب7، فالإجابة هنا ده اللي صح. ماشي. 59. العظام الطلية يتصل بها أحد الضلوع العائمة. طبعا ما ينفعش جيم، لأن القصة ما بتتصلش بالضلوع العائمة. ده بقى حد عارف ده ايه؟ عظمة على شكل اس كده، دي هناخدها لسه في الهيكل الطرفي، دي التركوة، بس طبعا ما بتتصلش بالضلوع العائمة. الضلوع العائمة بتتصل بالفقرات بس ما بتتصلش بالايه، بالقص. مين في دول بيتصل بيها الضلوع العائمة؟ اكيد فقرة صدرية اللي هي ب، عشان حتى بص الحتة اللي في جسم الفقرة منطقة المستعرض اهو، اللي هو المفصل الغضروفية دي. واحد دي الفقرة او الف دي الفقرة العنقية الاولى، طبعا مش معانا، فالاجابة ب هنا هي اللي صح. من خلال دراستك للشكل، ماشي. اي من يمثل رقم الفقرة س في العمود الفقري للإنسان. ده كويس أوي السؤال ده. وفي حتت كده انا قلتها لك من شويه، ركز معايا كده. هو مشاور لك على فقره س ماسكه في فقره تحتها. تمام. هتلاحظ من الرسم ايه بقى؟ هتلاحظ ان الحته السفليه او الجزء اللي تحت
في مواضع تمفصل على جسم الفقرة والنطوق المستعرض بتاعها، صح؟ اللي هو دي الحتت دي كده. طب ده كده يدل على ايه؟ يدل على كده ان دي فقرة، دي فقرة صدرية، صح؟ فدي كده فقرة صدرية، يعني دي ماسكة في ضلوع. طب المواضع دي موجودة في الفقرة س؟ لا، مش موجودة في الفقرة س. يبقى كده الفقرة س دي عنقية. الله، طب هو في عنقية بتمسك في صدرية؟ اخر واحدة في العنقية اللي هي السبعة، العنقية السبعة مع الصدرية الأولى أو التامنة في العمود الفقري، لأن لو مشينا بالترتيب من غير ما نقول الأسامي، دي السبعة ودي التامنة. وصلك بقى رقم الفقرة س، يبقى تختار رقم سبعة، بس يبقى الإجابة ألف هي اللي صح. تمام. انت برضو خلي بالك من جزئية التمفصل الضلوع دي مهمة. تمام. ده آخر سؤال 61. بيقول لك استنتج ما نتيجة مترتبة على تحول العظمة عين كما يظهر بالشكل. بص كده، تعال نشوف. ده شخص طبيعي، لو لاحظت هتلاقي ان دي القص اللي هي عندي عادية خالص اهي. هو هنا ده نايم على ظهره، وهنا شايف القص هنا ضغط على القلب ازاي، ملوية معوجة يعني. ده كده حالة غير طبيعية اكيد. تمام. دي احنا كنا حلناها من شوية لما قالك لما عظمة القص تتكسر مين اكتر عضو هيتأثر. فاكر كان القلب الإجابة. ماشي. هو عايز يعني، هو بيقول لك إيه اللي هيحصل يعني. كسر عظام الضلوع، انسداد كل للشرايين المتصلة بالقلب، وصول كميات أعلى من الأكسجين للرئتين، ونقص كمية الدم الواصلة للأطراف. هو السؤال ده معتمد على جزء من تانية ثانوي شوية يعني. بس بص، هو تغير موضع عظمة القص ده وانحناء للداخل هيعمل ايه؟ مش القص دي كانت جزء من القفص الصدري، والقفص الصدري ده جواه الرئتين والقلب. طب لما هي تنحني كده، حجم او حيز القفص الصدري هيزيد ولا هيقل؟ لا، هيقل. طب وبعدين؟ ما هو لما يقل كده انت هتخنق القلب والرئتين، القلب مش هيعرف يضخ الدم بحريه، ولا الرئتين هتعرف تتنفس بحريه. طب وايه المشكله؟ التضييق ده بقى هيتعب القلب قوي. القلب عمال ينقبض وينبسط وبيعافر عشان خاطر اللي انت سده عليه ده. حلو كده. فالقلب كده مش هيعرف ينقبض وينبسط بصوره كويس. والقلب ده بيعمل ايه؟ القلب ده الموتور بتاع الجسم، بيقعد يدخلك الدم لجميع اجزاء الجسم. فلما القلب ينقبض وينبسط، او يعني ما يعرفش ينقبض وينبسط، يبقى كده اجزاء جسمك مش هيوصل لها الدم بصوره تمام. تمام. فنقص كميه الدم اللي وصل للاطراف هي الاجابه الصح. طب انا عايز اعرف بقى الباقي غلط ليه. هو لو القصه رجعت لورا كده، العظام المتصله بيها تتكسر ليه؟ تتكسر ليه ان شاء الله؟ هي بس القصه رجعت لورا شويه، فالضلوع مش هيحصل لها حاجه. انسداد كلي للشرايين ليه ان شاء الله؟ ليه يا سيدي يا ستار يا رب؟ ليه انسداد كلي للشرايين ان شاء الله؟ الشرايين المتصله بالقلب دي، القلب حوالينه شرايين كتير جدا. تمام. اسمها شرايين تاجيه. لو الشرايين دي انسدت طبعا الشخص بيموت على طول يعني. ماشي. ولكن القص ما عملتش الكلام ده، مش هتسد الشرايين كلها طبعا، هي هتضغط على القلب بس لكن مش هتسد الشرايين. طبعا وصول كميات اعلى من الاكسجين لا طبعا، يعني انت شخص متفائل قوي يعني. بس يبقى الاجابه هنا ده اللي صح. كده خلصنا الهيكل المحوري الحمد لله. ان شاء الله المره الجايه في فيديو جاي نحل الهيكل الطرفي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.